ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في فيديو جديد من سلسله اب لاب المقدمه من شباب بتساعد شباب. هنتكلم على منحه تومورز ليدرز. المنحه دي لطلاب ثالثه ثانوي 2024 اللي لسه متخرجين السنه دي، وطلاب ثالثه ثانوي 2025 اللي حاليا في ثالثه ثانوي. طيب المنحه دي لجامعات ايه؟ المنحه لثلاث جامعات: الجامعه الامريكيه في القاهره، والجامعه الامريكيه في بيروت، والجامعه اللبنانيه الامريكيه. المنحه بتمول ايه بالظبط في الجامعات دي؟ الرسوم الدراسية للجامعات، ايا كان التخصص، تسجيل في الجامعات، وسكن جامعي، سواء يعني كانت هنا في مصر بالنسبه للاي يو سي، او في لبنان بالنسبه للجامعتين اللي في لبنان. وبيكون في مصروف شهري، وبيكون عليهم برضو رسوم التأشيرة والإقامة والكتب المدرسية واللابتوب والتأمين الصحي الجامعي. ولو هي جامعة بره من جامعات لبنان بيبقى عليهم تذكرتين سفر للوطن، لأن هي المنحة دي يعني كذا جنسية، فهي هما تذكرتين سفر للوطن ذهابا وإيابا كل سنة، يعني كل سنة تذكرة ذهاب وتذكرة عودة. وفرصة لدراسة فصل دراسي أو سمستر يعني في الولايات المتحدة الأمريكية لطلاب مرحلة البكالوريوس. طيب المنحة دي أصلا متاحة للبكالوريوس والماجستير، بس احنا هنتكلم في الفيديو ده على البكالوريوس، بما أن أغلب متابعينا من طلبة البكالوريوس أو اللي بيقدموا على منح بكالوريوس. لو حد عايز تفاصيل عن الماجستير هتلاقوها في آخر البرزنتيشن. هحط لكم اللينك بتاعه برضه في الكومنتس. تقدروا تشوفوا موقعهم الرسمي، بيبقى عليه برضو كل التفاصيل لجزء الماجستير. طيب ايه شروط المنحه دي بقى، او اقدم ازاي على المنحه دي؟ ده اللي هنتكلم عليه في الجزء الجاي. اول شرط ان يكون جنسيه الطالب واحده من الجنسيات دي، والحمد لله ولحسن الحظ مصر منها. آه، بيكون في السنه الاخيره في الثانويه العامه، او يعني زي ما قلنا طلبه 2025 اللي حاليا يعني في ثالثه ثانوي، او خريج حديثا يعني سنه 2024. للاسف مش هينفع قبل كده، يعني طلبه 2023 للاسف مش هينفع يقدموا، ولكن ممكن ينتظروا السنه الجايه ويقدموا على منحه الماجستير. طيب مطلوب برضو يكون عندنا انجازات اكاديميه قويه، ولكن ده مش معناه ان احنا في حد ادنى للمجموع، لا هم مش طالبين حد ادنى للمجموع خالص. هو بس ان احنا يعني نوري عامه انجازاتنا الاكاديميه للجامعه في الاستماره بتاعه التقديم، او لجهه المنحه يعني في استماره التقديم. وان يكون عندنا نضج وقدره على التاقلم والامكانيه القياديه، لان هي المنحه اسمها تومورز ليدرز او قاده الغد. فهي بتركز جدا على الجزء القيادي والمهارات القياديه اللي عند الشخص. ويكون عندنا إجادة في اللغة الإنجليزية نطقا وكتابة. طيب هيعرفوا ده إزاي عندنا؟ خلال التقديم على المنحة حاليا في الاستمارة اللي هشرحها كمان شوية في الفيديو، في امتحان إنجلش بسيط فيها وسهل جدا، ما تقلقوش خالص يعني. سهل جدا تجيبوا فيه 100%. والمرحله اللي جايه او المراحل الجايه من المنحه بيكون يعني بعد التصفيه الاولى والثانيه بيمولوا هم للطلبه مصاريف امتحان الايلتس والتويفل، او امتحانات اجاده اللغه الانجليزيه، عشان يتحققوا من نسبة إجادتهم للغة الإنجليزية نطقا وكتابة، عشان يتأكدوا إن هم بيستوفوا الشرط ده. فهنركز على امتحان الإنجليش وإحنا بنقدم، وهنركز برضو إن إحنا خلال الفترة من دلوقتي لحد موعد انتهاء التقديم على الاستمارة نكون أو يعني على استمارة المنحة نكون نمينا شوية من مهاراتنا في الإنجليش عشان نقدر نمتحن تويفل وآيلتس. وهسيب لكم برضو في الكومنتس مصادر للاستعداد للاختبارين دول. آم، آخر شرط، او يعني قبل اخر شرط، هو القدره على السفر وبدء برنامج البكالوريوس في اغسطس 2025. ودي نقطه مهمه جدا. الطلبه اللي اصلا هتخلص ثالثه ثانوي السنه دي هتبقوا عادي بتكملوا دراسه في الجدول الزمني الطبيعي بتاعكم يعني. اول ما تخلصوا ثالثه ثانوي السنه دي في اغسطس بقى 2025 تبداوا دراسه الجامعه. لكن الطلبه اللي اتخرجت اصلا من ثالثه ثانوي، او اللي هم خريجي دفعه 2024، هتبقوا في سنه مش هتحضروا فيها الجامعه، اللي هي من اول 21 سبتمبر السنه دي، وهتبقوا بتحضروا الجامعه تبع المنحه في اغسطس 2025 السنه الجايه، يعني كانكم واخدين جاب يير او سنه ما بتدرسوش فيها. طيب هل انا ممكن اصلا اكون دخلت جامعه في مصر واقدم على المنحه؟ اه عادي. تقدروا في الجاب يير دي تكونوا داخلين اصلا جامعه في مصر عادي وتقدموا على المنحه. اخر شرط هو اثبات الحاجه الماديه والاستعداد ان احنا نقدم اي اوراق بتثبت اثبات الحاجه الماديه اثناء التقديم على الابلكيشن او استماره التقديم. طيب هنقدم ازاي؟ هنقدم من خلال اللينك ده. بس لازم انوه ان الموعد النهائي للتقديم هو 29 نوفمبر او 29 11. للاسف المنحه ما بتقبلش خالص اي استمارات بعد الفتره دي. ولو عايزين تسالوا جهه المنحه نفسها على اي نقطه احنا ما ذكرناهاش في الفيديو، او لسه مش يعني لقيتونا ما ذكرناهاش قبل كده، او ما ذكرناهاش واحنا بنشرح الاستماره، تقدروا تتواصلوا معاهم على اللينك ده. هي صفحتهم على فيسبوك وهم بيردوا على الاستفسارات دلوقتي. طيب عشان نقدم هندوس على اللينك ونبدا نقدم مع بعض. اول ما نفتح اللينك بتاع استمارة التقديم، دي الشاشة اللي هتظهر لنا. هنا هيظهر لنا لوجن لو احنا اصلا كنا مقدمين قبل كده عن المنحة وعايزين نعمل تسجيل دخول. لكن لو مش مقدمين قبل كده هنعمل ريجستر. اول حاجة هنا هيسألنا هل احنا عندنا الجنسية الامريكية، او احنا اصلا مقيمين في امريكا ولا لا. هنختار نو.
تمام. وهيسالنا ايه الجنسيه بتاعتنا. احنا طبعا هننزل نختار ايجيبت او ايا كان يعني الجنسيه. وهو بيسال لو احنا اتقبلنا في تومورز ليدر بروجرام، هل احنا هنقدر ان احنا نكون حاضرين في شهر 8 2025 عشان نبدا الكلاسز او نبدا الدراسه يعني. وزي ما قلت لكم ده اصلا شرط في المنحه، عشان كده هنكتب يس، مش هينفع نكتب نو اصلا. بس هو بينبهونا ان احنا نعمل باسبور يعني قبل التاريخ ده. آه، ويعني ده ممكن يعني تعرفوه اكتر في المراحل اللي بعد كده بقى في المنحه يعني. وبعديها بيسالنا هل احنا عايزين نقدم في الاندر جراديوت بروجرام اللي هو بتاع البكالوريوس لدراسه البكالوريوس او مرحله جامعيه، ولا جراديوت بروجرام لدراسه الماجستير او الماستر. احنا نختار اندر جراديوت بروجرام عشان احنا لسه هندرس ال4 سنين او ال5 سنين بتوع الجامعه. بعدين هندوس نيكست. هيطلب مننا تاريخ التخرج في الثانويه العامه. هنا هندوس اصلا على علامه الكالندر دي، هيطلع لنا الشهر والسنه ونقدر نختار اليوم كمان. السؤال اللي بعديه، سؤال رقم 6، بيقول لنا لو احنا تم اختيارنا في مورس ليدرز بروجرام، هل احنا هنخلص مرحله البكالوريوس بتاعتنا في خلال 4 سنين؟ المفروض نختار يس، تمام، لان ده شرط. ان احنا هو يعني هنا مش دقيقين قوي في فكره 4 سنين، هو بس يعني بيتاكدوا ان انت هتخلصها او انت هتخلصيها على الجدول الزمني للدراسه، مش مثلا هتسقط سنه او حاجه لا قدر الله، او هنأجل سنه كده يعني، او سمستر يعني. بس ونختار نيكست. بس. وهنا هيعمل لنا الاي دي بقى، هنعمل كريت عشان يبدا يعمل لنا الاي دي الخاص بالابلكيشن بتاعنا. هنبدأ نكتب الاسم الأول والاسم الأخير في العيلة، نفس ما مكتوب في الباسبور بالظبط لو احنا عندنا، أو نفس اللي هنكتبه بعد كده في الباسبور لو احنا لسه هنطلع باسبور بعدين، بنفس الطريقة يعني. وهنكتب الإيميل بتاعنا هنا في جزء الإيميل ونعمل ساين أب. دلوقتي احنا بعد ما كتبنا الإيميل وعملنا ساين أب، هيبعت لنا رسالة تأكيد للريجستريشن على الجيميل اللي احنا كتبناه يعني، أو الإيميل اللي احنا كتبناه أيا كان نوعه. فهنفتح الإيميل وندوس على الرسالة. ده بيبقى شكل الايميل، وهندوس هنا على اللينك الموجود ده، ونتاكد ان احنا عارفين اليوزر نيم اللي هو بيبقى اصلا الايميل اللي احنا سجلنا بيه. اللينك ده احنا اول ما ندوس عليه هيخلينا ان احنا نعمل باسورد للاكونت اللي احنا هنعمله. فهندوس عليه وهنختار الباسورد اللي احنا هنكتبه للاكونت، او هنختار ان احنا نتشينج يعني باسورد للاكونت يعني 8 نصوص يعني، سواء حرف او رقم يعني، منهم واحد على الاقل حرف، واحد على الاقل رقم. هنكتبهم مرتين عشان نكونفيرم، وبعدين هندوس على تشينج باسورد. طيب احنا اول ما كتبنا الباسورد ظهر لنا بقى الابلكيشن سنتر. عند جزء ماي ابلكيشنز هننزل تحت، هنعمل ستارت لابلكيشن جديده، او هندوس على ستارت ماي ابلكيشن. هنختار في الابلكيشن طيب ان هي اندر جراديوت تاني، ان هي مرحله البكالوريوس يعني، وان دي للاكاديميك يير 2025 2026، واللي هي السنه اللي هنبدا فيها دراسه جامعيه. وهندوس على نيكست. الابلكيشن بتاخد فتره في التحميل، فمحدش يتخض لو ما ظهرتش على طول. هي هتبدا اهي تظهر. هي عباره عن كذا قسم، احنا هنشرح مع بعض واحد واحد لان هم طوال شويه، فاستحملوا معانا. ونصيحه، لو احنا مش هنكملها في نفس السيتنج او في نفس القعده يعني، واحنا بنكتب الاستماره، هندوس على سيف فور ليتر ونرجع نكملها بعد كده عادي، والبيانات هتفضل محفوظه. طيب. آه هنبدا نتكلم على اول جزء اللي هو الابليكانت هاوس هولد انفورميشن اهو. اول حاجه فيه البايوجرافيكال انفورميشن. الفيرست نيم اللي احنا اوريدي كتبناه في جزء التسجيل. الميدل او الفاذرز نيم ده لو احنا عايزين نحط الاسم الاوسط يعني. ونصيحه يعني، لو لسه ما عملتوش الباسبور حطوا الفيرست ولاست نيم بس، عشان يبقى بيسهل معاكم عمليه عمل الباسبور. البيرث ديت هنحط تاريخ الميلاد. تقدروا تحطوه يعني من عن طريق الضغط على الكالندر دي، وتختاروا السنه والشهر واليوم يعني، الحاله الاجتماعيه، وسيتي اوف بيرث المكان بتاع الاقامه. ولكن هنا تحديد المحافظه. الكونتري هي البلد، هنختار خلينا بس هنا نكتب مثلا كايرو، وبعديها البلد هنختار ايجيبت. تقدروا تعملوا سيرش على البلد اصلا هتظهر على طول. آم، ده احنا لو عندنا citizenship تانية يعني نقدر نكتبها هنا. لو ما عندناش خلاص، هي بس هنكتب تاني الكواليفاينج country او territory of citizenship ايجيبت برضو. السؤال ده بقى اللي هي الethnic categories اللي احنا تابعين ليها. هو كان عليه يعني جدال شوية في السنين اللي فاتت، هل احنا نكتب Arab ولا افرو ارب بس. وكان في برضه اختيار ميدل ايسترن تقريبا، هم يعني مش موجود السنه دي، بس احنا هنكتب ارب بس، تمام. ونقدر نختار كذا واحد عادي لو انتوا ينطبق عليكم مثلا حاجه من الاماكن او الحاجات الموجوده دي عامه يعني، اغلبها قبائل اصلا. فلو ينطبق عليكم حاجه منها تقدروا تختاروها برضه.
ناشونال اي دي نمبر هو رقم الاقامه، و ناشونال اي دي كونتري اوف انشورنس هو يعني محل اصدار البطاقه. ديت اوف اكسبيريشن هو تاريخ انتهاء البطاقه، وهتلاقوه على البطاقه مكتوب عليها يعني. هننقله برضو بالتفصيل زي ما هو مكتوب، الشهر والسنه واليوم. ونقدر نرفع هنا ملف البطاقه او صوره البطاقه يعني، يا اما صوره يا اما بي دي اف عادي. والجزء اللي بعد كده بيقول لنا ان احنا يستحسن يكون عندنا باسبور للسفر في المنحه، عشان لو اتقبلنا ان شاء الله يسهل علينا الاجراءات. وده زي ما قلت تقدروا تتابعوا في اصداره لما تكملوا بقيه مراحل المنحه عادي جدا. لو معاكم دلوقتي تقدروا تملوا بياناته، بس اهم حاجه ما يكونش هينتهي في خلال 6 شهور من بدايه الدراسه في المنحه. طيب، اي حاجه عليها نجمه دي اللي ضروري ان احنا نملاها. فاحنا هنشوف دلوقتي الجراديويشن يير بتاع المدرسه، هل احنا هنتخرج في 2024 او 2025؟ طبعا لازم نختار يس، لان هي دي من شروط المنحه اصلا. أم، وهنا بيقول لنا ان هو نقر ان احنا نقدر نسافر في اغسطس او سبتمبر 2025، هندوس يس. والسؤال اللي في النص ده بيسأل لو احنا عايشين في امريكا او اصلا عندنا جنسيه امريكيه، فالمفروض نختار نو عشان نكون متفقين مع شروط المنحه بس. ونقدر ندوس سيف وهو هيسيف عادي البروجرس بتاعتنا، ونقدر نكمل بعد. هنا هيطلب مننا عنوان السكن. اول حاجه البرايمري ادرس اوف ريزيدنسي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، هنكتب رقم الشارع، او يعني الشارع والرقم والاسم، والسيتي المحافظه، وكونتري اوف ريزيدنس ايجيبت. ممكن لو انتوا عندكم مثلا مركز معين او قريه معينه تكتبوها في السيتي، وتكتبوا المحافظه في الجفرنريت عادي، مش مشكله، الموضوع ده فليكسيبل يعني. آه، البوستال كود ده برضو رمز بريدي، هو مش ضروري، ولكن ممكن تجيبوه عن طريق ان انتوا تبحثوا على جوجل بوستال كود اوف وتكتبوا رمز البريدي حسب المحافظه او المكان بالتحديد اللي انتوا عايشين فيه. وهو هنا عايز بيسالنا يعني في السؤال ده، هل احنا عايشين في حته اربن او يعني تعتبر من الحضر، ولا رولر اللي هي الريف؟ فهنختار على حسب المكان بتاعنا. ومش بتفرق خالص في التقييم يعني، ولكن يعني خلينا مثلا نختار اربن على السنيه القاهره. وبيسالنا هل احنا الادرس اللي احنا حاطينه ده آم، هو اللي هنسافر منه، او هو اللي هيكون المكان اللي احنا هندبارت منه عشان نبدا دراسه للبروجرام لو اتقبلنا. هنختار يس. وهنختار او هنكتب يعني الفور نمبر. هنكتب الاول الكونتري كود، لو كتبته ايجيبت او لو كتبته زائد 20 هتظهر عادي برضو. هنكتب هنا الرقم. و لو الرقم ده مثلا مش لينك بالواتساب هندوس نو. لو هنكتب يس. طيب، هنكتب بقى هنا الجزء اللي بعديه الهاوس هولد انفورميشن، يعني معلومات البيت عندنا. اول سؤال بيسالنا هل احنا عايشين مع الوالد او الوالده ولا الاثنين، او مثلا معانا حد تاني في البيت عايشين معاه. فهنختار احنا عايشين مع مين في البيت. تقدروا تختاروا اكتر من حد يعني. لو حد مثلا عايش مع مامته وباباه تختاروا او تدوسوا على فاذر تمام مثلا. وبعدين تقدروا تختاروا تاني عن طريق ان انتوا تدوسوا على نفس المكان تاني وتختاروا mother. وهكذا برضو يعني. تقدروا بقى تختاروا لو في جد او جده وهكذا يعني. وتختاروا عادي كل الاشخاص. هما بيكتبوا هنا كتاكيد يعني على الحاجات اللي انتوا اخترتوها. طيب what's your living situation، يعني احنا يعني عايشين فين او في ايه. هل هي آه، او هل هو يعني بيت او ابارتمنت اوضه يعني شيرد مع حد تاني، ولا نوت شيرد يعني هي خاصه بينا احنا لوحدنا. ده يسالنا عن البيت ده او الاوضه دي هل هي ملك ولا ايجار. فهنختار من هنا owned يعني ملك لينا، ورنتد يعني مأجرينها. طبعا في اختيارات تانية اللي هي hosted for free او assisted by charity برضو ممكن تختاروها لو منطبقه عليكم. آه، السؤال اللي بعديه how many people have lived in your house، يعني كم حد عاش معانا في المكان ده آخر 6 شهور. هنكتب العدد بما فيهم أنا كشخص بيقدم يعني. لو أنا عدد أفراد أسرتي مثلا 5 وأنا معاهم 6، خلاص أنا هكتب هنا 6 تمام. كم بقى حد من الستة دول 15 سنة أو أقل، هنكتب عددهم هنا مثلا وليكن 2. كم حد منهم يعني 65 سنة أو أكتر، طبعا هنكتب الباقي 4. وهل حد فيهم قبل كده كان مجبر إن هو يغير مكان بيته من مكانه الأساسي، هنختار أو لأ، يس أو نو. والسؤال اللي بعديه بيسألنا كم فرد فيهم عنده paid job، أو يعني أصلا يشتغل في وظيفة تضر دخل على البيت. ممكن مثلا لو الأب بس اللي بيشتغل نختار 1. وكده كده هنبدأ نتكلم أصلا على حاجات ليها علاقة بدخل الأسرة وكده. ف هيطلب مننا إن احنا في الأول نوضح العملة اللي احنا هنتكلم بيها بقى طول الاستمارة بتاعة التقديم. فهنختارها من هنا Egyptian pound أو EGP. ونبدأ بقى نتكلم على الحاجات اللي ليها علاقة بالماليات في الأسرة. طيب، أول سؤال واضح فيهم هو المانثلي كوست، أو احنا بنصرف كام في الشهر. هنكتب الرقم
بالعمله اللي احنا او بالكرنسي يعني اللي احنا كاتبينها فوق. يعني هنكتب هنا مصروفاتنا الشهريه اللي احنا بنصرفها بجنيه المصري. تمام. وبعدين برضو هندخل تاني العمله، عشان هنكتب بقى في السؤال اللي بعديها الهاوس هولد مانثلي انكم من كل ريسورس، او الدخل بقى الشهري الاجمالي من كل الحاجات اللي عندنا، سواء مثلا لو هو الوالد مثلا بيشتغل، الوالده بتشتغل، برضو هنكتب الدخل الاجمالي بتاعهم هما الاثنين. لو في حاجه بنأجرها مثلا بيت، عربيه، هكذا، هنكتب اجمالي كل ده. تمام. وهيسالنا هل احنا عندنا هاوس هولد سيفنج اكاونت في البنك، او يعني حساب مدخرات في البنك. هنكتب اه او لا، او نوت شو لو احنا مش عارفين، بس يستحسن نكون يعني نسال ونعرف اه او لا ونوضح ده. وبيسال السؤال الاخير في الجزء ده: هل اي حد من عيلتنا عنده اسيست دي بتبقى يعني عندنا مثلا عربيه، موتوسيكل، ثلاجه، غسالة، يعني تي في أو تلفزيون. ونختار بقى كل حاجة ينطبق عليها البيت بتاعنا. وتقدروا برضو زي ما وريتكم قبل كده ازاي نختار كذا حاجة مع بعض، ان احنا بنختارهم من الليستة دي، وبعدين بنختار تاني الحاجة اللي بعدها وندوس على سيف، وهيسيف كل ده معانا. الجزء اللي بعديه بسيط جدا، وهيسألنا بس عن الميل هيد اوف هاوس هولد، يعني حد يكون ذكر وفي نفس الوقت رب البيت، او يعني ممكن مثلا يكون اب، اخ، جد، وهكذا يعني. ونختار من هنا. حتى ممكن انتوا نفسكم شخصيا، يعني لو انتوا اكبر حد في البيت، او يعني لو انت اكبر حد في البيت، ممكن تختار نفسك وتكتب الاسم والبيانات زي تاريخ الميلاد، الجنسيه، لو بيشتغل او لا، الايميل الخاص بيه، واعلى درجه علميه اخدها، او الاب يعني، او الميل هيد اوف هاوس. ونقدر نختار من هنا عادي اعلى درجه علميه اخدها. برضو هنكتب نفس الكلام، ولكن بقى الفيميل هنختار فيميل، سواء برضو قلنا الام او الاخت او الخاله او العمه او هكذا، برضو ونكتب نفس البيانات بالظبط. وهنحط emergency contact، يعني حد يتواصلوا معايا في حاله الطوارئ، الاسم برضو، والريليشن شيب معاكم، يعني علاقته بيكم، الاب، الاخ، الاخت، الجد، الجده، او ممكن نختار اخرى. ونوضح مين الشخص ده او ايه صله القرابه معاه. وهنحط عنوانه وبنفس التفاصيل برضو اللي احنا كتبناها لينا، الشارع نفسه، الادرس 91، يعني الشارع نفسه والسيتي والكونتري، ورقم التليفون بتاعه. طبعا ما ننساش نحط الكونتري كود قبلها. وهنقول هو عنده واتساب على الرقم ده ولا لا، وفي الاخر هنحط الايميل. وده كده يكون اول سيكشن في الاستماره. الجزء اللي بعده هو زي استمرار كده للهاوس هولد انفورميشن، بس هيبدا يسالنا على حاجات بالتفصيل شويه. هيسألنا ان احنا كم مرة او هاو اوفن احنا كنا السنة اللي فاتت قلقانين ان احنا ما عندناش اكل كافي، او enough food to eat يعني. فهنكتب البروبابيلتي بتاعت حدوث الموقف ده، او مدى تكرار حالة حدوث الموقف ده يعني. من هنا طبعا always ده الاكستريم او اعلى حاجة. frequently يعني مش كتير قوي. occasionally يعني في النص، يعني لو عايزين تختاروا حاجة حيادية في النص هي occasionally. rarely يعني قليل شويه. ونيفر يعني ما حصلش خالص قبل كده. برضو هنجاوب على كل الاسئله بقى اللي بعد كده دي، بناء على نفس التقييم اللي شرحته لكم دلوقتي. السؤال اللي بعديه: هل احنا اصلا في طول حياتنا او اللايف تايم اصلا، مش السنه اللي فاتت بس، كنا قلقانين برضو من حكايه ان احنا ما عندناش طعام كافي ولا لا؟ والسؤال اللي بعديه: انا تيبيكال مانث، يعني عاده يعني في اي شهر بما فيهم رمضان، هاو اوفن او يعني ايه الفرص اللي احنا بناخد فيها فري او دونيتد فود. تمام. برضو هنختار. وبيسألنا برضو هل احنا الموضوع بالنسبة لنا سهل ان احنا نحصل على ترانسبورتيشن او مواصلات زي تاكسي، باص، عجلة او هكذا. وهل احنا او يعني ايه برضو الفريكونسي، او احنا هاو اوفن بيكون عندنا فاينانشال مينز، او عندنا موارد مالية نقدر ان احنا نصرف بيها على المواصلات اللي احنا عايزينها. وهاو ماني فاميليز او ريلاتيفز، او كم حد من اقاربنا او ناس نعرفهم يعني بيعيشوا معانا في البيت. وبعديها او السؤال اللي بعديه: كم مره حد في البيت بتاعنا كان مجبر ان هو يمشي من البيت، سواء بسبب مادي، بخلاف ناتشورال ديزاستر مثلا زلزال، او حاجه لا قدر الله، حاجه سياسيه وهكذا. بنختار برضو. وهاو ماني ايتمز، او كم حاجه عندنا في البيت بندفع لها او يعني لسه مش مدفوع حقها كامل، او يعني بندفع لها اقساط يعني بمعنى اصح. وهل احنا عندنا اي حد في البيت بتاعنا كان قبل كده لاجئ،
وهل احنا عندنا حد في العيلة بتاعتنا قبل كده جرب ان هو يعيش في مكان فيه كونفليكتس او صراعات ادت ان هو يتاثر اصلا سلبيا بالموضوع ده، او ما كانش عنده بسبب الصراعات دي مثلا accessibility للاكل والميه والسكن والتعليم وهكذا. وهل احنا طوال حياتنا اصلا كنا فورسد او كنا مجبرين ان احنا نوقف تعليمنا عشان مشكله من المشكلات اللي ذكرتهم فوق دي، ولا لا؟ وبرضه السؤال اللي بعديه، الهيد اوف هاوس هولد سواء بقى ميل او فيميل قبل كده كانوا مجبرين ان هم يوقفوا شغل عشان حاجه برضه من الصراعات دي ولا لا؟ السؤال ده how often do you have access to medical care، يعني احنا بيبقى عندنا آه، توافر لرعايه طبيه كل قد ايه؟ ده ملوش علاقه بفكره احنا بنعيا كل قد ايه او بنحتاج اصلا نروح للدكتور كل قد ايه، ولكن هل احنا عندنا اصلا توافر للرعايه دي ولا لا؟ او يعني وقت ما نحتاجها يعني نقدر نوصل لها او نلاقيها يعني ولا لا؟ عياده، مستشفى، القوافل الطبيه وهكذا يعني. how often او يعني برضو ايه المعدل اللي احنا بنقدر فيه افورد اي حاجه او يعني ندفع لاي unexpected او اي حاجه unexpected، يعني سواء زيارات بقى للدكتور او كده، او حوادث يعني ان احنا نقدر نتعامل معاها، عمليات مفاجاه وهكذا. هل معانا دخل كافي ان احنا نقدر نتعامل مع الحاجات دي ولا لا؟ آه والسؤال اللي بعديه بيسألنا هل احنا حاسين ان اي حاجه في الايدنتي بتاعتنا، سواء الدين بتاعنا، الريس بتاعنا، او الباك جراوند بتاعتنا احنا، اللغه بتاعتنا مثلا، احنا مولودين فين، اهلنا مين، الريفيجي ستيتس يعني، لو احنا لاجئين او لا، هل ده اثر علينا او منعنا من ان احنا ناخد اكسس لفرصه معينه كنا عايزينها ولا لا؟ هنختار برضو هنا، بس هنا الاجابات يس او نو بس. تمام. والسؤال اللي بعديه، هل احنا بنحس ان احنا حرين وعندنا امان في المكان اللي احنا عايشين فيه، وان احنا نقدر نعبر عن الايدنتي بتاعتنا او الهويه بتاعتنا في البلد اللي احنا عايشين فيه ولا لا؟ برضو ده اجابته يس او نو. والسؤال اللي بعديه هاو سيف برضو، او باي قدر من الامان احنا بنحس واحنا بنمشي لوحدنا في النيبرهود او في الشارع بتاعنا او في المحيط بتاعنا، سواء بقى الصبح او بالليل يعني. يعني من الاخر يعني حاسين بامان في المكان اللي احنا عايشين فيه ولا لا؟ بس مش بيتكلم بقى على الكانتري او البلد كلها، لا بيتكلم على المكان نفسه اللي احنا عايشين فيه. واخر سؤال في السكشن ده، هل احنا او اي حد من اخواتنا بياخد من الاخر يعني دروس خصوصيه، او في مدرسه مثلا خاصه، او اي حاجه ليها علاقه بالبرايفت اديوكيشن، او يعني يعني مثلا دروس خصوصيه، مدرسه خاصه، جامعه خاصه، اي حاجه بقى خاصه وليها علاقه برضو بالتعليم. بس هنمنا كل دول وهندوس على نيكست عشان ندخل على الجزء اللي بعديه. الجزء اللي بعدها بقى ما تخافوش، هو جزء ممتع جدا. هنختار فيه الجامعات اللي احنا عايزينها. احنا ممكن نختار ميجر واحد او تخصص واحد او تخصصين من كل جامعه في الثلاث جامعات. وعشان نزود نسب القبول بتاعتنا هنختار تخصصات في ثلاث جامعات، يعني يستحسن تختاروا الثلاث جامعات. يعني في ناس بتقول لا انا عايزه يتم احتسابي الاول رغبه بس، لا رجاء ما تعملوش كده، يعني عشان تزودوا نسب قبولكم اختاروا احسن ثلاث جامعات، واختاروا كذا برنامج كمان في نفس الجامعه. هنمسكهم بترتيب. اول واحده امريكان يونيفرسيتي اوف بيروت. هنختار هي الفيرست ولا السكند ولا الثيرد تشويس، الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث لينا، وليكن مثلا هي الاختيار التاني، ونختار البروجرامز بتاعتها. طيب ملاحظه بس على البروجرامز بتاعت الامريكان يونيفرسيتي اوف بيروت واللبنانيز امريكان يونيفرسيتي. بعض البروجرامز دي بتحتاج اختبار الاي سي تي عشان ندرسها. فهنعرف منين البروجرامز دي اللي بتحتاج الاختبار ده؟ هندخل على موقع الجامعه الرسمي ونعرف في الريكويرمنتس بتاعت التقديم او متطلبات التقديم للبرنامج ده او الميجر ده او التخصص ده في الجامعه نفسها بيطلبوه ولا لا. ولو بيطلبوه في الجامعه للاسف المنحه برضو هتطلبه بس مش خلال فتره التقديم، يعني ما تقلقوش من الموضوع ده. انتوا بس هتحتاجوا تمتحنوا الامتحان ده الاي سي تي بعد كده. ولو لقيتوا كلمه او حروف يعني اس اي تي الجامعه طالباه، فللاسف ده مش بنمتحنه في مصر. فحاولوا تشوفوا حاجات اللي طالبه اي سي تي بس، او حتى مش طالبه كمان يستحسن يعني. هو هتلاقي بس يعني ده حاصل في الحاجات اللي في لبنان، يعني امريكان يونيفرسيتي اوف بيروت ولبنانيز امريكان يونيفرسيتي. طيب هنختار هنا البروجرامز. طبعا انتوا ممكن تختاروا زي ما قلت تو بروجرامز عادي، يعني عشان نختار تو بروجرام هندوس على علامه زائد اللي هناك دي، وهن هندوس بروجرام، او هنختار اي بروجرام تاني، هندوس على اي بروجرام تاني. خلي بالكم بس انا كنت عايزه اوريكم هنا I'm not applying for this school. رجاء ما تختاروهاش، يعني زي ما قلت ما تختاروش ان انتوا تقدموا لجامعه واحده بس، قدموا للثلاثه. هنعمل نفس الحاجه برضو للبنيز امريكان يونيفرسيتي. ولو حد عايز يعرف التخصصات تقدروا تدوسوا على دول، يعني حرفيا تخصصات كتير جدا جدا ما شاء الله. فهتقدروا تعرفوها يعني لكل جامعه. طيب في حاجه كمان برضو، ان احنا ما ينفعش لو احنا مثلا اخترنا ان الجامعه دي السكند تشويس بتاعتنا او الرغبه الثانيه بتاعتنا، ان احنا نختار جامعه تانية نفس الرقم. يعني لا، هي الابلكيشن هتخليكم تكملوها عادي، بس ده ما ينفعش.
بالنسبه لشروط المنحه يعني، فلازم كل جامعه فيهم تبقى برانك مختلف او مختارينها في ترتيب الرغبات ترتيب مختلف. بس هنملى برضو البروجرام بريفرنس بتاعتنا وهنكمل للجزء اللي بعد كده. ملحوظه بس برضو عشان الشباب اللي هيروحوا على موقع الجامعات او هيحسوا ان هم الموضوع كبير شويه لما يروحوا على موقع الجامعات، برضو ممكن تعرفوا التخصصات اللي طالبه اي سي تي او امتحان خارجي يعني عامه عن طريق النجمه اللي هنا دي. اي تخصص عليه نجمه هيبقى طالب حاجه زياده يعني. بس يعني نصيحه تروحوا لموقع الجامعه نفسها عشان تعرفوا ايه الحاجه زياده اللي طالبها التخصص ده. الجزء اللي بعد كده في الاستماره هو الليجاسي والبريفيوس ابلكيشنز. هل احنا حد من عيلتنا قبل كده قبل في الجامعات دي او بيدرس اصلا في الجامعات دي ولا لا؟ نختار يس او نو هنا. هو لو يس طبعا هيطلب مننا بياناتهم، يعني هيطلب مننا معلومات اضافيه: الاسم واتخرجوا وقت ايه وكانوا بيدرسوا ايه وهكذا وعلاقتهم بينا ايه. وممكن نضيف كذا حد يعني، بس خلينا نختار نو دلوقتي عشان نبدا نكمل في الاستماره. هنا الاديوكيشنال هيستوري معلومات عن مدرستنا: اسم مدرستنا الثانوي، المكان او السيتي يعني اللي كانت فيه مدرستنا، والكونتري البلد اللي كانت فيها المدرسه، ونوع المدرسه. احنا ممكن هنا نختار بابليك يعني حكومي، برايفت يعني كانت مدرسه خاصه، بوردنج لو هي مدرسه داخلي، سبيشاليزد لو يعني حاجه مثلا مدارس الدمج او هكذا، واذر طبعا لو في حاجه مش موجوده. الكورس اوف ستادي هنا هنكتب المواد اللي احنا كنا بندرسها في خلال المرحله الثانويه، وهنضيف هنا تنسكريبت ترانسكريبت او بيان الدرجات للصف الاول الثانوي. برضو نفس الحاجه ولكن لسنه تانية ثانوي. في بس حاجه هنا في النص اللي هي اللانجوج اوف اوريجينال ترانسكريبت، يعني هو اصلا الترانسكريبت او بيان الدرجات ده اصلا بايه. احنا عندنا يا اما يكون عربي وفرنش او انجلش، وممكن نختار اذر برضه. اللانجوج برضه هنحددها للترانسكريبت بالنسبه ل ال 10th جريد وال 11th جريد وال 12th جريد، يعني الثلاثه ترانسكريبتس. لو احنا لسه بندرس في ثالثه ثانوي مش هنرفع بتاع سنه ثالثه، ولكن لو احنا خلاص هنرفعه هنا ونحدد طبعا اللغه بتاعته. السؤال اللي بعديها هيقول لنا ان احنا نكتب كل السكولرشيبس، المنح اللي خدناها قبل كده، الاونرز اند اووردز يعني الجوائز اللي خدناها قبل كده في المدرسه. مش ضروري في المدرسه اللي هو في المدرسه، لا في فتره دراستنا اصلا يعني متزامنه مع فتره دراستنا في المدرسه دي. ومش بس نذكر الجوائز دي ولكن برضو نذكر الشهر والسنه اللي احنا اخدناهم فيها. تمام، ممكن تكتبوها كليست يعني. هو ممكن نكتب اصلا هنا يعني كذا نقطه كده وبعدين ندوس انتر ونكتب النقطه اللي بعدها هكذا، ونكتب اسم الجائزه عادي مثلا اكس واي زد اي حاجه، وبعدين في براكتس كده نكتب الشهر مثلا والسنه اللي اخذنا فيها الجائزه دي. لو احنا اتخرجنا قبل شهر 3 2024 هنبدا نشرح احنا عملنا ايه من الفتره دي لحد دلوقتي او لحد ما نبدا جامعه. ده للشباب اللي هم يعني خلصوا دراسه بدري او واخدين جابير هيبداوا يتكلموا في الجزء ده، لكن الشباب اللي هم حاليا في ثالثه ثانوي او بيدرسوا يعني حاليا في ثالثه ثانوي مش هيملوا الجزء ده. هنا بيسالنا هل احنا اصلا في جامعه ولا لا. لو قلنا هيبدا يسال تفاصيل عنها. لو قلنا لا خلاص هنبدا ندوس نيكست وندخل على السؤال او السكشن يعني اللي بعده اللي فيه سؤال يعني بسيط جدا: هل احنا اصلا امتحنا اختبارات اجازه اللغه الانجليزيه ولا لا. عشان اشرح لكم حوار الاختبارات ده، هو هيكون قبل اخر حاجه نتكلم عليها في الفيديو ده، عشان احنا كنا عايزين نقول لكم كل حاجه بالتفصيل الممل عشان تزود فرص قبولكم في المنحه ان شاء الله. وعشان ما نطولش عليكم برضو يعني هنقسمه على جزئين. فالجزء الاول هنقف عند البيرسونال ستيتمنت شورت انسر كويستشنز. فخلوني برضو استفيد شويه في جزء اختبارات الانجليش ده. آه، اختبارات الانجليش في تومورو ليدر زي ما قلنا هم اتنين: واحد بنمتحن واحنا بنقدم اللي هو تبع الاريزونا ستيت يونيفرسيتي او اي اس يو. هو يعني بيبقى سهل جدا جدا، وبيبقى من 100 درجته من 100، واحنا بنمتحنه عن طريق ان احنا بندوس على اللينك ده ونكتب درجتنا بعديها في الاستماره هنا ونرفع الشهاده بتاعه الامتحان ده. هنكتب هنا السكور بتاعه ونرفع الشهاده هنا. ملحوظه بس: هو الكورس او يعني سوري الامتحان اصلا مش محتاج اي تحضير خالص خالص قبليه. هو اصلا الانجليزي اللي احنا بنستخدمه عادي في حياتنا اليوميه في الدراسه وكده، يعني اللي بتكتب بيه الباراجراف بتاع الانجليش. ولو حد بيسمع مثلا افلام او اي حاجه بالانجليش هيلاقي اصلا الجمل اللي مسؤول عنها في الامتحان كلها حاجات شبه دي جدا. والامتحان يعني برضو محتواه listening وجرامر. يعني جزء listening كده في الاول بيبقى listening بقى متنوع، يعني مثلا بيدوكوا مثلا حوار ويقولوا لكم ممكن تسمعوا فين. طب مثلا رد الشخص ده رده، طب مثلا معلومه ناقصه مثلا ويطلب منك ان انت تكتبها او تختارها في الليسننج اللي انت سمعته يعني او في المقطع الصوتي اللي انت سمعته. وجزء الجرامر بقى برضو بيبقى مواقف مثلا او جمله ويقول لك انت فهمت منها ايه، او الحاجه اللي ممكن تفهمها من الجمله دي ان كذا كذا كذا، يعني واحد اتنين تلاته. هو اغلبه ام سي كيو يعني. فبس ده ببساطه جدا شرح الامتحان. هو مش محتاج اي حاجه قبلها، فما تقلقوش خالص منه. وبس باقي بس انا انبه ان هو مجاني برده، مش محتاج فلوس او حاجه. فهنكتب درجته هنا وهنرفع الشهاده بتاعته اللي تقدروا برده تحملوها بشكل مجاني في نهايه الاختبار. بالنسبه بقى للايلتس والتويفل فهم هيحتاجوا ده منكم بعد القبول ان شاء الله في مراحل المنحه المتقدمه، وهيكون مطلوب اكماله قبل 10 3 2025.
شهر 3 او شهر مارس يوم 10 2025. فلو يعني ان شاء الله اتقبلتوا في المراحل اللي بعد كده في المنحه، حاولوا تحجزوا للاختبار ده قبل التاريخ ده. وزي ما قلت احنا سايبين لكم في الكومنتس مصادر تقدروا تستعدوا منها للاختبار ده. لو انتوا اصلا ممتحنين وتقدروا تدخلوا درجات هنا دلوقتي، يعني هو هيسالكم انتوا خدتوا تويفل ولا لا. لو كتبتوا يس هيطلب منكم ان انتوا تدخلوا الديت اللي انتوا خدتوا فيه الاختبار، السكور اللي انتوا اخدتوه للاختبار، والريزلتس او النتيجه يعني بتاعت الاختبار ده. وهيطلب منكم نفس الاسئله برضو للايلتس، وممكن برضو تمتحنوا ديولينجو. ديولينجو يعتبر من ارخص اختبارات الانجليش المتاحه حاليا يعني، فممكن برضو تمتحنوه. طبعا انتوا لو ما امتحنتوش دول تقدروا تختاروا نو. وده بالنسبه او جزء اندر جراديوت انترنس تيست ده بالنسبه للشباب اللي هتمتحن الاي سي تي او اصلا مختار تخصصات فيها اي سي تي ريكوايرد. هتحتاجوا برضو ان انتوا تمتحنوه قبل 28 فبراير 2025. خلي بالكم ان هو ابدر شويه من الايلتس والتويفل، فاعملوا حسابكم برضو ان انتوا لو مختارين مجال محتاج اي سي تي ان انتوا تمتحنوه قبل الفتره دي، وان احنا برضه هتموله. و هو بيسالنا هنا هل احنا برضه خدنا الاختبار ده قبل كده ولا لا، هنقول يس او نو عادي. تمام. ندخل بقى على القسم اللي بعديه واخر قسم في الفيديو ده، عشان ما نطولش عليكم زي ما قلت، وعشان نديه حقه، لان ده يعتبر من اهم الاقسام اللي المنحه بتبص عليها حرفيا. لو هيقيموا حد على حاجه فتكون الحاجه الماديه والقسم ده بس. تمام. بس طبعا يعني هو بيعمل حاجه اسمها هوليستيك ريفيو، او بيبص على الابلكيشن كلها يعني. بيحطوا اعتبار لكل حاجه احنا كاتبينها في الابلكيشن او استماره التقديم يعني. بس الجزء ده مهم جدا جدا فنركز عليه. جزء البيرسون ستيت، احنا نختار واحده من البرومتس او المتطلبات او الاسيز او الاسئله يعني اللي موجوده تحت دي، وهنكتب عنها في ماكسيمم 500 كلمه. او ممكن نصور فيديو من 5 ل6 دقائق، يعني نجاوب يعني على الاسئله دي في فيديو من 5 ل6 دقائق، ونشرح فيه الاجابه بتاعت الاسئله دي. الريسبونسز او يعني الاجابات بتاعتنا لازم تكون مدعومه جدا جدا باكزامبلز او امثله كويسه. ولازم تكون بتجاوب على السؤال فعلا، وتكون متوافقه مع اهداف تومورز ليدر بروجرام. وبيقيموا برضو الانجليش او اجابات الانجليش بتاعتنا من خلال الاجابات دي. تمام. طبعا تحذير منهم، وده برضو حاجه تحذير مننا ليكم، ان انتوا ما تستخدموش اي نوع من انواع الاي اي او شات جي بي تي في كتابه الاسئله دي، سواء بقى يعني هتكتبوها للفيديو او هتكتبوها اصلا كتكست عامه، او خدتوا انتوا تعملوها سبميت كتكست او اسي يعني. هنبدا مع بعض نتكلم عن الثلاث برومتس او 3 اسئله يعني، وهشرحهم واحده واحده برضه عشان تقدروا تكتبوا فيهم كتير. بس طبعا لا يتعدى ال 500 كلمه. تمام، دينا ماكسيمم 500 كلمه. اول سؤال فيهم هنرفلكت عن وقت، او هنتكلم يعني الريفليكشن ده اللي هو هنتكلم بمنظور شخصي يعني، او احنا ايه اللي حاسينه عن وقت احنا كنا فيه في difficult circumstance او في موقف صعب. تمام. ولكن تغلبنا عليه. ازاي احنا تغلبنا على التشالنج او التحدي ده وتعلمنا منه. طبعا هم هنا موضحين كل حاجه عايزين يعرفوها في السؤال. وانتوا بتكتبوا الاجابه حاولوا ان انتوا حطوا خط مثلا على الحاجات دي، او تعلموا اللي هو تمام انا هتكلم عن موقف صعب. تمام. وهتكلم ازاي انا قدرت اتخطاه، وايه الحاجات لو تحديات مثلا واجهتني في الموقف ده، تحديات يعني مثلا دقيقه قوي يعني، وتعلمت من الموقف ده ايه، وتعلمت من التحديات دي ايه. كل ما كنتوا حقيقيين في اجابه السؤال كل ما كان احسن. اصلا في 3 اسئله يعني، مش السؤال ده بالتحديد يعني. آه، ولكن انتوا كده كده بتختاروا واحد اصلا فيهم وتجاوبوا عليه. طيب السؤال اللي بعديه كان بيقول ان هو الطلاب عامه بيبقى عندهم باك جراوندز مختلفه، جايين من خلفيات مختلفه، عندهم ايدنتيتي مختلفه، انترست او اهتمامات مختلفه اصلا. كل الحاجات دي بتساهم ان هي تشكل حياتنا بطريقه من الطرق. لو انت شايف نفسك طالب من الطلبه دي، او انت شايفه نفسك طالبه من الطلاب دول، قولي لنا او قولي لجهه المنحه يعني ايه الحاجه دي اللي بتغير او بتشكل حياتك او بتشكل هويتك وشخصيتك، وازاي الحاجه دي امباكتد او يعني اثرت فيكي او في حضرتك يعني شخصيا، وعلمتكم ايه عن نفسكم وعن البيرسونال جروث او النمو بتاعكم، او نمت شخصيتكم يعني بتعبير بسيط. فده هتتكلموا فيه في السؤال الثاني. يعني من الاخر برضو ممكن تتكلموا عن حاجه مثلا انتوا يعني ليها علاقه بخلفيتكم انتوا، وساهمت ازاي ان هي تنمي شخصيتكم. تمام. وبرضو نتاكد ان احنا مجاوبين على كل حاجه في السؤال. اخر سؤال هو ان احنا ندي اكزامبل او مثال عن آم، لما حد معين عمل حاجه لينا، ساعدتنا يعني مثلا باي شكل من الاشكال، والحاجه دي خلتنا جريتفول وثانكفول يعني ممتنين جدا للشخص ده. وازاي الحاجه دي بقى اثرت علينا بعد كده، وتعلمنا ايه من الاكسبيرينس دي. ممكن يعني هقول لكم برضو امثله في الموضوع ده، ان انتوا اتعلمتوا مثلا يعني أهمية المساعدة، أهمية إن إحنا نساعد غيرنا بالحاجة اللي إحنا عارفينها، أو مثلا إن أنتوا لما تحتاجوا مساعدة أصلا تطلبوا مساعدة من حد. دي حاجة كلها ممكن تتكلموا عنها في حوار what did you learn from the experience، أو اتعلمنا إيه من التجربة دي. طيب زي ما قلنا إحنا هنختار سؤال واحد بس نجاوب عليه، سواء في الإسي الكتابة هنكتبها هنا. تمام. والفيديو. طيب الفيديو زي ما قلنا من 5 ل6 دقائق، وما يتعداش ال 2 جيجا بايت. لو لاحظتوا هنا وانتوا بتكتبوا، او يعني لو لاحظتوا هنا اصلا في نجمه على الاسي اللي هو الكلام، ونجمه على الفيديو. وانتوا بتكتبوا التكست ككلام وخلصتوا ال 500 كلمه ماكسيمم، هتلاقوا النجمه اللي على الفيديو اتشالت. ولو رفعتوا الفيديو هتلاقوا النجمه اللي على التكست اتشالت. فما تقلقوش خالص من الموضوع ده، لان انتوا بتسلموا حاجه واحده بس فيه.
تمام. السؤال اللي بعد كده السوشيال ريسبونسبيلتي اسي، برضه 500 كلمه هنشرح موقف احنا كنا فيه، او يعني من منظورنا الشخصي، يعني احنا كنا فيه شخصيات اكتف في المجتمع، يعني خدنا اكتف رول في المجتمع، او يعني كنا نشطاء نوعا ما في المجتمع، ان احنا نساعد او يعني نحفز او نشجع على الايكواليتي او المساواه ما بين كل الناس اللي في المجتمع، والانكلوجن ان احنا ندمج كل او نحصر كل فئات المجتمع في انشطه. مثلا لو حد كان شغال في حاجه ليها علاقه الشباب ذوي الهمم وكده، وكان بيساعد ان هو يدمجهم في المجتمع. وهنتكلم برضو بعيدا عن الجزء ده، ايه الحاجات بقى اللي احنا اتعلمناها في التجربه دي، وايه الموتيفيشن اصلا، او ايه اللي حفزنا اصلا ان احنا نبدا تجربه زي دي. وده كله زي ما قلنا في 500 كلمه بحد اقصى، وما نستخدمش اي نوع من انواع الاي اي، شات جي بي تي او اي حاجه تانية، لان ده هيخلي الاستيت بتاعنا ديسكواليفايد او مش هيتقري اصلا. طيب، في جزء اوبشنال او اختياري، لو احنا عايزين نتكلم عن اي حاجه كوفيد اثر، او يعني كورونا اثرت بيها علينا، او اي عامه ناتشورال ديزاستر تاني، او اي كارثه طبيعيه تانية اثرت علينا غير كوفيد يعني، او غير كورونا، نقدر نتكلم عليها في الجزء ده. لو قلنا ان احنا عايزين نتكلم، هيفتح لنا بوكس كده نقدر نتكلم فيه برضو عن الجزء ده، 500 كلمه بحد اقصى برضو. ودي برضو حاجات يعني اكزامبلز هم بيساعدوكم بيها لو انتوا عايزين تضيفوها. يعني هل مثلا كورونا ساعتها اثرت على الفاميلي انكم، او يعني دخل الاسره، اثرت على الاكل، على الشغل، على حتى لو ايموشنال هيلث، او يعني الصحه النفسيه ليكوا او لحد من اسرتكم، وهكذا نقدر برضو نتكلم على الجزء ده. طيب، ده كده اول جزء من الفيديو بتاعنا، واول بارت في الابلكيشن. احنا هنا وقفنا عند البيرسونال ستيتمنت اند شورت انسر كويستشنز. الباقي ده حاجات بسيطه بس، عشان برضو فيها اجزاء مهمه، وعايزين نديكم نصايح فيها ازاي تقدروا تزودوا فرص قبولكم يعني. برضو لما نيجي نتكلم على الاجزاء دي، فهنخليها في بارت 2 او جزء تاني من الفيديو، فانتظروه ان شاء الله قريب جدا جدا جدا، مش هيتاخر خالص عن بارت 1. في الفتره دي تقدروا تملوا الابلكيشن، الاجزاء اللي فاتت اللي احنا شرحناها. لو عندكم اي اسئله تسيبوها لنا في الكومنتات، وما تنسوش تسيفوا الابلكيشن، تدوسوا على سيف كل فتره، وسيف فور ليتر لو عايزين تملوها في وقت تاني. ودي كده نهايه الجزء الاول، وبالتوفيق.